بازرة كنت قاعد تدور في الانترنت لقيت اشهارك يعرضك في واحد ركب بي ام ولا مرسيدس، يقولك انا بديت ب100 دولار وبشوية خدمة من التليفون انا ربحت اكثر من 100 الف دولار، وانت يا عيني تاخذ في مليون في الشهر من مديرك وزيد نزل عليك بالخدمة. شنية الحكاية ذي؟ شنية بالتليفون خذا 100 و200 الف دولار؟ الموضوع درا كيفاه اصلا؟ شنية التداول هذا وكيفاه يربحوا منه اصلا في الفلوس؟ وبالاخص اذا انت مازلت تقرا في الجامعة وتاخذ مع عند بوك في 200 الف في الشهر، وتلقى صاحبك مهبط فيديو يقول فيه ابدأ التداول واخدم الدار وربح في الشهر ما نعرفش 1000 2000 دولار. موضوع غريب شوي، يعني شقاو تعبنا مع فكرة انك تخدم بذكاء. ما فرق كبير بين انك تخدم مخك ولا واحد اخر يخدم لك مخك. تبدا قاعد في القهوة تقول له يا حما حما فاش تعمل؟ يقول لك قاعد نداول. ايش معناها التداول؟ يعمل لك ايه؟ يوريك التليفون ويقول لك هاني ربحت 800 دولار في 3 ايام. كيفاش يا حموش يا غالي؟ توشنا معاك عادي. يقولك بيع ليش ليه نعلمك. اما يعني كان تحب نعطيك دورة تعليمية في كيفية التداول ب1000 دولار، 800 منها تدريب و200 نحطهم لك في الكونت، والكونت بشوي يكبر من 200 يولي 1000 وال2000 و3000 وتشري فراري وبيام. تقوم انت عاد تسخن وتقول شنو المشكلة وتمشي تدبر اللي يتسلف واللي يبيع ذهب بامه. بيت التداول شنو هو وكيفاش بدا اصلا؟ قبل ما توجد الانترنت كان فما حاجة اسمها تجارة العملات. كان فما ناس عندها مثال مليون دولار يتوقع مثل انه الين الياباني باش يطلع يولي يشري عاد بكل مليون دولار ين. بعد نهار نهارين يزيدك الين الياباني سنت ولا اثنين، اضربك سنت انت في المليون دولار باش تلقى ربح 10 الف دولار في الزون هذيك. كيما ممكن زدا يخسر، اما عادي ما هيش باش تجيب برشا، باش يخسر 10 20 الف دولار من اصل مليون دولار. اما تو الدنيا تطورت يا اخي، البورصات حبت تسهل العملية ذي. في عوض ما تسافر وتبعث فاكسات تنجم تشري من دارك. اما الحد الادنى متاع الفلوس هو 100 الف ولا 50 الف دولار مش اقل. يا اخي دخلوا وسطاء، هما بيدهم لازمهم فيديو وحدهم. تقول انت صحيح حطيت ل100 الف دولار، انت ماكش باش تربح منها برشا خاطرها كلش 100 دولار بطبيعة. هذاك عليه باش تستعمل حاجة اسمها ليفرج. شوف بكري كي قلتلك باش يحط مليون دولار باش يربح 10 الف دولار ولا باش يخسر 10 الف دولار. عمرها ما باش تنهار العملة ولا باش يخسر المليون دولار الكل. الليفرج هذا تخليك انت عندك مثال باش تلعب 100 دولار تنجم تضربها لك. معناها انت تلعب 100 دولار تنجم تلعب على 10 الف دولار، كيما تنجم زاد تخسر 10 الف دولار. هذاك عليه عايش صاحبي كونت ويك دوب ما تخسر طول باش يتصفر، خاطرك انت ملعبتش على 10 ولا على 20، باش تلعب على 10 الف دولار وكنت ويك باش يتصفر طول. هذا كان ما قعدتش مسير في برشا فلوس. هذاك عليه نقولك نحيا الفكرة ذي من مخك، وكان عندك فلوس بلا حل بها مشروع ولا اعمل حاجة تنجم تفيدك ما اكثر، خاطر الحكاية ذي كلها فارغ. وهاك نكون كملت الفيديو ان شاء الله نكون فدتك وبيس اوت.